سبيت عبيد مساعد اول وزايد داوود مساعد ثاني. بدايه اللقاء اذا مشاهدينا الكرام، والمنتخب البحريني يبدا ويحاول ان يتقدم على الجهه اليسرى. التغطيه موجوده وسط الملعب، تمريره للمنتخب البحريني. الان التغطيه حاضره بشكل ممتاز من جانب لاعبي المنتخب اليمني، طويله واماميه ثم تقطع من جانب باكشان. يبعد الكرة تعود للمنتخب اليمني، سريعة وخطيرة للمنتخب اليمني. الآن خطير اليمن في التقدم إلى الأمام، لكن التغطية موجودة. مر سليمة على مرمى اليمن وإلى ضربة مرمى عند عياش. ضربة مرمى عند محمد إبراهيم عياش. سينقل الكرة الطويلة إلى الأمام للمنتخب اليمني، تلعب تصل في هذا المكان عند عبد الله عبد الرحيم، ثم لفيصل بودهوم. ينقل الكره الى الامام اسماعيل عبد اللطيف. خطيره للبحرين، خطيره للبحرين في هذا المكان، تسديده لكن تصطدم وتعود. فرصه ما زالت متاحه للمنتخب البحريني الان عند حسين بابا، يمرر بينيه سريعه لكن تقطع وتعود للمنتخب اليمني، سريعه واماميه عند الصاصي، لكن التغطيه موجوده على علاء الصاصي، والكره تقطع وتعود من جانب السيد ضياء الى عبد الوهاب المالود. المالود يبعد كره الى خارج ارضيه الملعب للاطمئنان على سلامه مدير عبد ربه مدافع المنتخب اليمني بالسلامه. الشوط الاول كابتن على ما يبدو سلبي سلبي من ناحيه الاهداف، ولكن هو ايجابي من خلال الاداء المنظم لكلا الفريقين، البحرين واليمن يلعبون بشكل منظم، ولكن ايضا تنقص الحلول التي ذكرناها من قليل. لابد وان تكون هناك في حلول اخرى. عنصر مفاجاه لابد ان يكون حاضر لكلا الفريقين اذا ما اراد ان يفوز كل واحد على الاخر. تعاد الكره من جانب علاء الصاصي، وصافره نهايه شوط المباراه الاول. مشاهدينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، انتظرونا في شوط المباراة الثاني. وصافرة بداية شوط المباراة الثاني من كرة طويلة وأمامية لمصلحة المنتخب اليمني الآن، والتغطية حاضرة تبعد وتعود تمر في وسط الملعب. المنتخب اليمني الآن يتقدم ويحاول مع البداية. عندنا ذكرت أن تغيير من جانب المنتخب البحريني عبد الوهاب الصافي، ضربة زاوية بحرينية. المنتخب البحريني تحصل على ضربات زاوية كثيرة في مباراة اليوم. المالود يلعب الكرة العرضية بعيدة في هذا المكان، خطيرة جدا لكن تبعد وتمر سريعة لمصلحة المنتخب اليمني، تعاد إلى الخلف عند الحوطي الوحيد المنتخب اليمني. وشاهد حضور كبير، ونأمل لأن نشاهد هذا الحضور دائما في مباريات البطولة، يعطي نكهة أخرى لمباريات بطولة خليج 22. كرة سريعة يمنية على الطرف الأيسر الآن، معتز قايد يضطر لأن يعيد الكرة إلى الخلف لمحمد عمر. ينقل الكرة أمامية لأحمد علوس لكن إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية للمنتخب اليمني من الطرف الأيسر عند معتز قائد. الآن سينقل الكرة داخل المنطقة، ربما المنتخب اليمني يتقدم إلى الأمام على الكرة ملعوبة لكن تبعد بالراس وتعود سريعة للبحرين. انطلاقة من جانب سامي الحسين، الآن ينطلق سامي ويمر الكرة على الجهة اليسرى عند راشد الحوطي. راشد إلى جانب عبد الوهاب الصافي، يمر عبد الوهاب يحاول أن ينقل الكرة على الجهة اليسرى، تغطية موجودة، تعود الكرة لحسين بابا. حسين لعبد الوهاب، خطيرة للمنتخب البحريني. الآن يمر الكرة على الطرف الأيمن لكنها قصيرة، والتغطية من جانب وليد الحبيشي بشكل ممتاز، يفتك الكرة وينطلق في كرة إلى الأمام للمنتخب اليمني عرضية. بهذه الطريقة مرت الكرة والتغطية حضرت من جانب محمد حسين. واضح ان تعب وليد الحبيشي، ومن خلال هذه التمريره او عكسيه واضح بان الجهد اللياقي الذي بذله كثير لم يستطع حتى في عمليه تغيير الهجمه او تغيير الكره من الجهه الشمال الى الجهه اليمين. خطأ موجود للمنتخب البحريني في مكان خطير جدا على مرمى اليمن، ربما تكون الفرصة الأخيرة للبحرين لأن الوقت الأصلي انتهى الآن ونلعب في الوقت البديل. 4 دقائق أعطاها
الحكم الإماراتي سيد فهد الكسار، وخطة لمصلحة المنتخب البحريني. بطاقة صفراء على مدير عبد ربه،